الامتحان بالنسبة لنا هو الكابوس اللي بيطاردنا طول السنة، وأحيانا التوتر والخوف يوم الامتحان بيكونوا سبب في إنك تنقص درجات كتير. هنقولك دلوقتي على 10 نصايح تعملهم يوم الامتحان علشان تأدي بأحسن شكل ممكن. اصحى قبل الامتحان بحوالي ساعتين. مش هتصدق قد ايه ناس بيقعدوا يذاكروا طول الليل عشان الامتحان وفي الاخر يناموا وما يروحوش اصلا. متخيل انت القهر ده؟ فلازم تنام بدري وتصحى بدري عشان يبقى عندك وقت كافي تجهز نفسك. اوعى تسمع كلام الست الوالدة لما تقولك افطر ب7 علب فول و8 بيضات و2 لتر لبن. صدقني المغص مش هيسيبك تحل سؤال على بعضه، خصوصا لو متوتر اصلا. خلي فطارك يوم الامتحان فيه نسبة سكريات عالية ويكون سهل الهضم. ابعد عن اي قشريات او نشويات. ثمرة فاكهة ومج نسكافيه يعتبر فطار مثالي لليوم ده. اكتب قائمة بكل الحاجات اللي هتحتاجها معاك وخد وقتك في انك تفتكر كل حاجة. ده هيساعدك قبل ما تنزل انك تاخد كل حاجة انت محتاجها وتبقى متأكد انك منسيتش اي حاجة خالص. اتأكد انك عارف الطريق للامتحان ومكانه بالظبط عشان تبقى اتخلصت من اي توتر او خوف لما تفكر انك ممكن تتوه او متوصلش. لما توصل مقر الامتحان اقعد في مكان هادي واوعى تفكر تراجع اي حاجة او تفتح اي كتاب، لانك لو اكتشفت حاجة انت مش فاكرها وانت بتراجع هتفقد ثقتك في نفسك تماما وهتخسر كتير بسبب ده. اقعد اسمع موسيقى هادية او اقرا شوية في المصحف لحد ما الامتحان يبدأ. دايما اقرا كل الاسئلة الاول قبل ما تعمل اي حاجة وخد 5 دقايق عشان تحضر في دماغك تسلسل الحل اللي هتمشي بيه. ده هيخليك تحل الامتحان بشكل اسرع وبدقة اكتر عشان مش هتحتاج تفكر كتير في النص. دايما ابدأ بالأسئلة السهلة كلها وسيب أي حاجة شاكك فيها للآخر. ده مش بس هيديك ثقة في نفسك، كمان هيديك فرصة إنك تراجع على أجزاء كتير من المنهج في الأسئلة السهلة لحد ما توصل للأجزاء الصعبة. لو وقفت في أي سؤال ومش قادر تفتكر امسك القلم وشخبط أو ارسم أي حاجة تيجي في دماغك. علميا ده هيحفز الذاكرة وهيخليك تفتكر. لو الشخبطة ما نفعتش اقفل قبضة إيدك الاتنين جامد وغمض عينك، في احتمالية كبيرة إنك تفتكر بالطريقة دي. ازازة المية حاجة اساسية معاك في الامتحان. المية ليها مفعول السحر في تنشيط العقل وانعاشه. خد منها رشفات صغيرة بعد كل سؤال رئيسي. هتلاحظ ان تركيزك زاد ومش هيجيلك صداع من التفكير الكتير. اخر حاجة، خليك عارف ومتأكد من جواك انك عملت اللي عليك طول السنة، ذاكرت المطلوب منك وبذلت فيه مجهود. ربنا استحالة يضيع مجهودك ده، وسواء كان الخير ليك انك تجيب درجة حلوة او لا، خليك متأكد انك طالما عملت اللي عليك ربنا هيحطك في الطريق اللي فيه الخير. ساعات كتير مش بننجح في حاجات عايزينها رغم اننا عملنا اللي علينا، لكن بعدين بنعرف ليه ربنا خلانا مننجحش وبنرجع نقول الحمد لله.